السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. مين زيي في الصيف بالذات؟ بنحب الاكلات السهلة السريعة اللي ما بتاخدش وقت، ونقف في المطبخ يا دوب 10 دقايق ربع ساعة بالكتير وتبقى جاهزة. النهاردة معانا وصفة سهلة جدا وسريعة ومش هتاخد منك لا مجهود ولا وقت، وهتخلصيها عايزة اقولك والله في 10 دقايق بس هتكوني مخلصاها. انا معايا رولات شاورمة الفراخ. هتعملي الرولات بتاعتنا النهاردة بطريقة سهلة جدا جدا، وان شاء الله هتجربيها وتعجبك. هنعمل الشاورما النهارده ان شاء الله بطريقه سهله جدا جدا وجميله، ان شاء الله تعجبك وتجربيها. وعايزه بقى تحطيها في عيش سوري، عايزه تحطيها في مثلا عيش عادي فينو، بس النهارده هنستعمل الرقاق الطري. شايفين الجمال ده؟ انا عاملاه بالرقاق الطري، بجد حلو جدا جدا وتحفه، وهيستوي معاكي في دقيقه بجد. هيكون مستوي ومقرمش كده زي ما انتي شايفاه. الرقاق الطري انا النهارده جايباه من جروب حلو جدا، ان شاء الله هقول لكم عليه. دي بشرى بقى لاهل السويس، وناس كتير عارفه الجروب وما شاء الله حاجتها حلوه جدا جدا. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي هنشوف المقادير واحده واحده. هقول لكم الاول مقادير الشاورما، وهقول لكم نعملها ازاي، وهقول لكم كمان الرقاق بتاعي انا جبته منين. شايفين جماله وحلاوته؟ بجد تحفه جدا جدا، والله الطعم بقى في حته تانية بجد. اللهم بارك. ومش مستعمله مواد دهنيه كتير، يعني حاجه ان شاء الله صحيه لو اكلتي بس منها قطعه واحده. تعالوا الاول ندخل على مقادير الشاورما بتاعتنا. انا معايا نص كيلو من البانيه او الصدور، مقطعاها شرايح رفيعه كده زي ما انتم شايفين، وحاطه عليها عصره ليمونه كامله. تمام. ومعايا بصلايه مقطعاها شرايح، ومعايا كمان طماطمايه. عايزه تحطي فلفل اخضر حطي، عايزه تحطي فلفل حامي براحتك خالص. انا هتبل الفراخ بملح وهزوده شويه عشان البصل والطماطم، وهحط كمان رشه فلفل اسود صغيره وتوم باودر وبصل باودر، وهحط كمان معلقه كبيره من بهارات شاورمه الفراخ، بجيبها من عند العطار عادي خالص. تمام. وهحط كمان معلقتين زيت نباتي او ذره او اي زيت عندك، وهقلب الكلام ده كله. عايزه اقول لك ان المواد الدهنيه اللي هتتحط مع الوصفه النهارده المعلقتين دول، والمعلقتين اللي هسوي فيهم الرقاق في الاخر خالص. هقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه، ويفضل طبعا ان هو يقعد في التلاجة فترة كويسة يعني. تعالوا بقى اوريكم الجمال. انا النهارده كنت جايبه من جروب كرش كبير من عند صافي محمد، كنت جايبه من عندها الرقاق الطري والسمبوسك. بجد يا جماعه الرقاق في حته تانية، خطير خطير خطير. وعايزه اقول لكم كمان ان السمبوسك لما عملته ما شربش نقطه زيت، برغم ان انا مش بحبه مقلي، بس لما قليته فعلا ما شربش نقطه زيت. تحفه تحفه تحفه. يعني انصحكم الصراحه، اللي عايز من اهل السويس يجيب رقاق طري سمبوسك سبرينج رول، بجد هي بتعملهم حلو جدا جدا جدا. هسخن الوك بتاعتي كويس قوي، هسخنها كويس قوي قوي على النار، وهنزل على طول بالشاورما بالتوابل بالزيت على طول لحد ما لونها يتغير زي ما انتم شايفين كده، ويتنزل ميتها. اول ما تنزل ميتها هتشربها شويه اهو. هنزل البصل على طول، وبرده هقلبه كويس جدا لحد ما يدبل. اول ما يدبل بنزل على طول بالطماطم، وهقلبها برده كويس جدا جدا، واسيبها تتسبك بقى مع بعض كده. هزود بس شويه ميه صغيرين جدا، ربع كوبايه، وهسيبها تستوي. وبعد كده هحطها في طبق، ولازم لازم تبرد تماما وما يبقاش فيها سوائل. معايا بقى بطاطس محمره، معايا كاتشب، معايا مايونيز. عندك توميه، ده نوع الكاتشب والمايونيز اللي انا بستعمله. عندك توميه، عندك طحينه، اللي عندك خالص. تعالوا نشوف هنلف الرولات ازاي النهارده بطريقه سهله جدا جدا. عايز تستبدلي الرقاق الطري بالعيش السوري براحتك خالص، لكي مطلق الحريه، بس الرقاق الطري بجد طعمه في حته تانية. وهتعمليه في البيت، ويعني حاجه مش قادره اقول لك، حاجه بيتي انت ضامنه نظافتها ومفيش بعد كده. بحط بقى كاتشب، مايونيز، توميه، طحينه اللي عندك، وبحط طبعا كميه من الشاورما بتاعتي. عندك بطاطس محمره حطي، عندك خيار مخلل حطي، عندك اللي عندك في التلاجة حطيه. مش لازم تلتزمي بالوصفه قوي، بس خلاص. وهتلفي الرول وهيبقى معاكي بالشكل ده. هعمل معاكي واحد كمان، وبعد كده هوريكي كل الرولات بتاعتنا بعد ما اتلفت بقت عامله ازاي، وهقول لك كمان ازاي تسويها بحيث ان هي تبقى مقرمشه معاكي وفي نفس الوقت طريه وحلوه من جوه. تمام تمام. بس خلاص هحط البطاطس واقفل. ده كان من غير كاتشب ومايونيز ولا توميه ولا اي حاجه خالص. جميل. ادي شكل الرولات بتاعتنا بعد ما خلصت كلها خلاص. تعالوا بقى اقولك هنعملها ازاي. شويه زيت في الطاسه او في الوك بتاعتك يعني، وهتحطي الرولات بتاعتك على الناحيه اللي هي بتبقى متنيه
وهضغط عليها باي حاجه. اضغطي كده عليها كويس قوي 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 عشان تقفل من الناحيه التانية، وخمس دقايق بالظبط وهتقلبيها، وهتبقى بالمنظر التحفه اللي انت شايفاه قدامك ده. حاجه واو بجد، تحفه تحفه، الرقاق خطير. طريقه الشاورما دي حلوه جدا جدا جدا، جربيها وان شاء الله تعجبك. بس خلاص، 5 دقايق كمان على الوش التاني وهتطلع معاكي بالتحفه والجمال اللي انت شايفاه قدامك ده. اللهم بارك، بجد عملت معايا عدد كويس، وكمان شلت منه في الفريزر لاي وقت مثلا انا مستعجله فيه، او ما عنديش وقت اطلعه واحطه على النار على طول. بس طبعا يفك شويه، بس 10 دقايق كده ولا حاجه، وهيبقى معاكي مظبوط مية مية. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها واسمع ارائكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناه، اوعوا تنسوني في دعواتكم واللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.